هو انت بتتكلم كتير ليه؟ انت ما سمعتش المثل بتاع داري على شمعتك تقيد؟ كل فتره بهتم ان اطور شويه من جانب في حياتي او في اللايف ستايل بتاعي كانسان، وفي خطوات من اللي هاخدها بشاركها مع بعض البشر اللي حواليا، زي ان اقول ده انا هبقى انزل الجيم الفتره الجايه وهظبط الدنيا خلاص. وطبعا لان كلها حاجات ايجابيه فبيكون رد الفعل جامد، والله عايش ايه ده، اوف عليك يا نجم. وهنا الغلطه رقم 11 من 25 غلطه في 2025. هو انت بتتكلم كتير ليه؟ انت ما سمعتش المثل بتاع داري على شمعتك تقيد؟ المثل ده بيتاخد من زاويه الحسد، بس الحقيقه انا شايفه من زاويه تانية خالص، وهي ان طول ما انت بتتكلم عن الخطط اللي عايز تعملها وعمال تقولها للناس، ويا سلام لو بتاخد عليها الفاليديشن كمان، يبقى مش هتعملها اصلا. مش عشان اتحسدت كده خيبه، ما انت اصلا ما عملتش حاجه، قوم يا بس عشان انت نلت احساس الانجاز قبل ما تعمل الحاجه اصلا، وانت المفروض تحس بيه في الاخر مش في الاول. فبالتالي هو ايه الدافع اللي يخليك تنجز في الحاجه اصلا؟ ولا حاجه. الموضوع بيبقى عامل زي الشوجر رش اللي هتحس بيه بعد واحده لهليب ويحيح، وفاكر ان انت بقى عندك طاقه، بس عادي جدا انت هتهبط بعد 10 دقايق بالظبط. عكس لو وفرت مجهود الرغي ده في انك تبدا تاخد ولو خطوات بسيطه، وبعدها تبدا تحكي عنها باعتبار ان هي حدث جاري، مش انك ترمي شمعتك في الهواء وتستناها تنزل سليمه وتنور كمان. داري على شمعتك تقيد.